الزمالك متفوقة ب 33 هدفا مقابل 22. 11 هدفا كفارق. ممتازة أنت يا زمالك وممتازة أنت يا إفريقي يا تونسي. نعم النادي الإفريقي لم يقصر في هذا اللقاء. النادي الإفريقي كان قد لعب ند لند أمام فريق مصري كبير اسمه الزمالك. الزمالك كبيرة والإفريقي كبيرة. الزمالك قوية والإفريقي قوية. الفريقان قدم أداء جيدا صحيحا الأخطاء ولا فوات في الشوط الثاني كما قال السيد محمد مسعودي أثرت بشكل كبير على أداء الفريق التونسي على النادي الإفريقي الذي سيهتم الآن بالدوري والكاس في تونس. الفريق الزملكاوي عندما سيصل إلى القاهرة سيتم احتضانه يتم يعني احتضانه من قبل الجماهير المصرية بشكل جيد. نعم هناك ستكون يعني الجماهير واقفة أمام الفريق ودون شك سوف يحضرون له يعني مفاجأة. آخر ثواني هذا اللقاء. الزمالك 34 النادي الإفريقي 22 في شكل مقتضب. كيف شاهدت أطوار هذا اللقاء؟ تقول اعطاهم الصحة الفرق الاثنين اعطاها الصحة. الزمالك النادي الافريقي بامتياز، النادي الزمالك اكثر بامتياز. هفوات كما قلنا ان شاء الله هذا كله ما ياثرش على النادي الافريقي. مبروك للزمالك. النادي الافريقي يعطيهم الصحة على المردود. مشكورين الزوز. اذا نهاية المباراة بعد لحظات النادي الافريقي سلم بنتيجة المباراة. الزمالك يفوز. الزمالك يفوز. الف مبروك للزمالك. الف مبروك للزمالك. تريليون مبروك لنادي الزمالك. حد اوفر لنادي الافريقي التونسي. نعم رغم يعني خسارته اليوم لكنه لم يقصر في هذا اللقاء. لم يقصر في هذا اللقاء. الفريق التونسي النادي الافريقي 35 مقابل 22 فارق 13 هدفا في هذه المباراة. مشاهدينا 35 مقابل 22